الله العظيم والله على ما أقول شهيد. والله العظيم وأقسم بالله الذي خلقني وأنا مش منافق ولا هجاص، أنا بقول الحق. وأقسم بالله العظيم هذا اسمه الحزب الوطني الديمقراطي. كلمة ديمقراطية يطبقها الحزب الوطني داخله. والله العظيم وأقسم بالله الذي خلقني وأنا مش منافق، لأن هناك وزراء لابد أن نقدم لهم الأوسمة والنياشين على ما يفعلوه ويقدموه ويقيموه من أجل مصر. أنني تشرفت بالرفض من أمانة السياسات، شرف لي أن أنا اترفدت من أمانة السياسات. ولا الست التانية اللي لابسه لي نقاب وهي سايقة العربية. يعني انت يا اختي جمالك فتان قوي، يعني انت يا اختي جمالك ساحر قوي، خايفة للناس تشوفه وانت بتجري بالعربية كمان. طب اقول لكم على حاجة، طب والله العظيم اللي بيلبسوا نقاب ده هم وبيرسقوا العربيات نصهم استغفر الله العظيم يا رب بانهم كانوا هيبقوا رجاله، ولكن الحمد لله ان هم منقبين. كانوا هيخوفونا في الشارع. ما كفايه، مش كفايه، يقول لك ده انا وهي بتداري ايه؟ زي ما بقول لحضراتكم كده، العشرة تطلع منها واحده ممكن يكون لها حق انها تنقب. سليم، رغم ان هو لو في الدين ولا علاقه له بالدين. ده زي وانت بقى يابا يا اللي لابس لي جلابيه بيضه قصيره وده، قول لي يا حبيبي انتجت ايه لبلدك؟ قدمت ايه لوطنك؟ عملت ايه لرفع رايه الاسلام علميا وتكنولوجيا واقتصاديا خفاقا في العالم؟ أن جهاز مباحث أمن الدولة هو واحدا من أكفأ الأجهزة المصرية التي تعمل ليل نهار على أمن هذا الوطن، وساهرا تماما على تأمين هذا الوطن داخليا. الست دي أمي، الست دي أمي. هم عاملين لي فيديو مظبطينه على النت ان انا ببوس ايده، لا ببوس جزمته. افرض كان صورني يا عم. نفسيتي بتتعب. يا عم لا يا حبيبي، في هنا حاجه اسمها الذكاء الاجتماعي، فكان لازم اشكر في مبارك علشان اقدر اهاجم بضراوه احمد نظيف. في الوقت ده كان في حد بيعمل زي ما انا بعمل؟ مستحيل، واتحدى هذا الكلام. كنا بنتحاشى التعرض لوزير الداخلية، كنا بنتحاشى التعرض لأسرة رئيس الجمهورية وأسرته، بل بالعكس كنا بنشكر فيهم، رغم ان انا كنت عارف ان هم رأس الغباء السياسي في البلد. ولكن ما اقدرش اقول، لو قلت هروح ويا ريتني هروح بس. لن اترك حرب الفساد حتى ندمره، ولو كان مدير الفساد هو جمال مبارك وحسني مبارك من كفر الشيخ، من شرم الشيخ، 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 عفوا. حسبي الله ونعم الوكيل في من يتولون امر الناس،
وهم أغبياء